الصداع بيجي لك حتى وانت واخد المسكن. يا ترى فكك بيعلق او بيطرقع او بيطقطق او بتجز على اسنانك؟ كل العلامات دي بتقول ان انت محتاج تعمل تقييم لمفصل الفك. العلامه الاولى صوت فرقعه او طقطقه او طرقعه اثناء فتح الفم او قفل الفم او اثناء التثاؤب، ده معناه ان حضرتك المفصل الفك بدأ يخرج عن مساره الطبيعي. رقم 2، الجز على الأسنان بيؤدي إلى التهابات وشد مزمن في عضلات مفصل الفك، وبيؤدي في النهاية إلى آلام مزمنة في مفصل الفك. رقم 3، صداع أو آلام في الرقبة وحضرتك واخد مسكن أو بتشتغل جلسات على رقبتك ومع ذلك الآلام مستمرة، فإحنا ممكن نبص على مفصل الفك لأنه غالبا ممكن نلاقي المشكلة فيه. رقم 4، صعوبة في فتح أو قفل الفك أو انحرافه، ده معناه إن محتاجين نبص على المدى الحركي والكفاءة الحركية لمفصل الفك. لو عندك عرض من دول أو أكتر فأنت محتاج تراجع أخصائي علاج طبيعي في أقرب وقت ممكن، لأن كل ما تدخلت في وقت أقرب كل ما كان حل المشكلة ياخد وقت أقصر. تابعني في السلسلة دي